التلة ولم يستطع، لأن هذه التلة فيها موقع محصن مجهز بعدة روسية عالية فيها رصد وتعقب وتنصت. هذه التلة هي تشكل تقاطع بين درعا والقنيطرة وطريق دمشق. بتشرين 2014 وشوف الصدف، بتشرين 73 ما قدر الإسرائيلي يفوت. بتشرين 2014 ضابط رفيع مسؤول عن هذه التلة باع بيع شراء إلى الإسرائيلي وهو الآن موجود في الأردن، ودخلت إليها المجموعات المسلحة وما حدا يصدق أنه صار في عملية عسكرية. تلة الحارة إذا بتجتمع جيوش الكرة الأرضية ما فيها تحتلها، لأنها محصنة بكل أنواع السلاح، ولأن طبيعتها الجغرافية هي طبيعة صعبة جدا جدا جدا. بأكتوبر بتشرين 2014 تم بيعها عبر ضابط وأحد مساعديه، وإجت المعارضة قعدت فيها وأنشئت غرفة عمليات فيها ضباط أردنيين وفيها ضباط إسرائيليين. نعم. اليوم هذه التلة بعد التقدم الذي حصل في الجبهة الجنوبية محاصرة من قبل الجيش العربي السوري ومحاصرة من قبل مجموعات أصدقاء الجيش العربي السوري. كان هناك حلين، الحل الأول المزيد من الغارات على هذه التلة، والحل الثاني هو بعض العمليات النوعية تمهيدا لاسترجاع تلك التلة. أنا باعتقادي الذي حصل هي عملية دقيقة، وأنا كنت عم بقرأ شيء رسالة أو دراسة هي موجودة بمركز واشنطن للدراسات، فيها الناس تبحث عنه على الإنترنت. عمليات القوات الجوية العربية السورية استراتيجية وفعالة وغير مقيدة، جيفري وايت ب 11 كانون أول 2014، فيها تفصيل عن سلاح الجو السوري كيف عم بيشتغل. سلاح الجو السوري من أفعل عناوين المعركة الميدانية في سوريا، ولهيك بتشوف عدد كبير من المواقع المشبوهة عم بتشن هجوم على الجيش العربي السوري، ولهيك بتشوف وتحديدا سلاح الجوية، ولهيك بتشوف عبارة البراميل هي أكثر عبارة مستخدمة، لأن مش المقصود سلاح الجو السوري. سلاح الجو السوري اللي راداراته انفكت بأول أيام تقدم هذه المعارضة من قبل عملاء إسرائيل. باعتقادي ما يجري الآن على تلة الحارة هو مهم جدا. محور المقاومة يريد أن يقول للعدو الإسرائيلي ما بعد عملية القنيطرة ليس كما قبلها، نحن سوف ننتشر على طول هضبة الجولان، مع الإشارة أن تلة الحارة تبعد 12 كيلو متر عن الجولان، يعني نحن عم نحكي عن مسافة دقائق. باختصار الإسرائيلي غارق في المشهد السوري، وفيني هلا أعطيك ملف ما بعرف قديش الوقت في ساعدنا عن التورط الإسرائيلي، وعم نغلط نحن انتهى الوقت يعني. عم نغلط نحن كمحور مقاومة وقت نقول الطبابة العسكرية. مش بس الطبابة العسكرية، هذا موقع جمرية اللي انقصف ب 30/1/2013 كانت المعارضة عم تتبنى القصف، بينما الذي قصف بعدين بين الطيران الإسرائيلي. هذا بنيامين نتنياهو موجود مع المعارضين السوريين مش مع الجبهة. هذا كمال اللبواني موجود بمؤتمر نهاريا للأمن القومي. هذه صحيفة الحياة السعودية، مش عم نحكي نحن عن الصحف اللبنانية. يدعوات أحرنوت الحياة المعارضة السورية تقايد الجولان بمساعدات عسكرية إسرائيلية، راحوا وصلوا يعملوا اتفاق خطي النيويون، نحن مستعدين نعطيكم كل الجولان في المقابل أن يحصل تعاون في العسكر والأمن، وهذا الاتفاق حصل. هناك جيش لحد سوري موجود هنالك يتم الآن ضربه من قبل محور المقاومة وعلى رأسه الجيش العربي السوري. هذه المعركة معركة تلة الحارة باعتقادي هي المعركة الفاصلة. عندما ترى العلم السوري ونجومه الخضر ترفرف على تلة الحارة، اعلم أن التماس مع الإسرائيلي قد وقع، وأعلم أن الحرب مع العدو الإسرائيلي قد اقتربت. طبعا نحن اليوم محور مش شخص، لكن العنوان الأساسي على الساحة السورية هو الجيش العربي السوري، لأن حجم التضحيات الأكبر هي